تخيل كده يا صديقي تكون شاب وحيد وعايش في حياتك الكئيبة، ولكن ما يحمله لك القدر أعظم بكثير. في يوم وليلة بتحصل على القوة العظمى القادرة على إبادة بلدان بأكملها، وكل ذلك لتصبح حاكم هذا العالم. فيا ترى ايه حكاية القوة دي واللي اختارتك انت بالذات؟ فشد يا صديقي حزام الامان عشان جايب لك النهارده حكاية مش عادية، قصة خرافية وصدقني هتنبهر. وخد بالك يا صديقي، كل الافكار والمعتقدات الموجودة فهي مجرد تخيلات وخرافات وليس لها اي اساس من الصحة. وقبل ما نبدأ انزل يا صديقي في الكومنتات ونصلي جميعا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا لنبدأ في سرد احداث الحكاية. ده هو آن لين، مراهق جامعي كحيان، أهله متوفين ومفيش ذكرى ليه معاهم غير الصورة دي. بيقعد ياكل كيكة عيد ميلاده، وعلى الرغم من الحزن اللي هو فيه بيحاول يكتم مشاعره وبيقول: انت عارفة يا أمي، ابنك اتقبل في الأكاديمية وقريب هيكون واحد من أقوى مستعملي فنون القتال، هيكون معايا فلوس وآخرب الدنيا. وفي تلك اللحظات بيسمع صوت حد بيخبط على الباب، وفجأة الكهرباء بتقطع وعارف الساعة بتلف العكس بسرعة كبيرة وكل الأنظمة والأجهزة بتتعطل. يا نهار أبيض يا جدعان، ده هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ لا ده كده في روح شريرة في المكان، انا لازم اخلص منها بسرعه. فبيجري بسرعه وبيمسك التميمه دي وبيفعل قدراته الروحيه فلتختفي ايتها الروح الشريره. اختفي ازاي بس؟ الروح بتكون قويه جدا وبتلغي قوته. انا ساعتها بترعب: انت مين؟ امشي احسن لك هتصل بالشرطه. وبيطلع تليفونه فعلا ولسه هيكلم النجدة على الرقم بتاعهم، بس بتعمل ايه بس؟ بوم، فجاه بيلاقي العجوز ده قدامه وبيضحك: اخيرا لقيتك يا صاحب النبوءه. انا متفاجئ: نبوءه مين يا عم؟ بس هوبا فجاه بيختفوا من المكان ومن العالم باكمله. يا حلاوه، ده شكل الاحداث هتولع من البدايه يا صديقي. فقام بيفتح عينه وبيكون متفاجئ: انت مين؟ وانا ايه اللي بعمله هنا؟ وبطير كده ازاي؟ فالعجوز بيقول له: انت هنا في نقطة بعيدة عن الزمكان، وحالا هنقلك لعالم تاني، وده بسبب عقد عمله والديك مع ملوك العالم الاخر، لانهم اساسا مش من الصين زي ما انت فاكر. وانت اكيد لاحظت ان مالكش قرايب مش كده؟ فقام فعلا بيتصدم، وفي اللحظة دي العجوز بيخرج قوة جبارة جدا بتزلزل المكان كله. قام بيقول له: وقف، انت هتدمر العالم كده. بس بيقول له: لا يا معلم، دي بقت قوتك دلوقتي. وبوم بيرميه عليه وجسم قام بيمتصها بالكامل وبتظهر لفيفة قدامه. فبيقول له: هو ده ايه؟ فالعجوز بيقول: دي رسالة توصية مني، استعد يلا يا بطل عشان من دلوقتي هتدرس في أكاديمية العالم الروحي. فقام بيوافق على طول وبيقول: كده كده مفيش حاجة خاف عليها في عالم البشر. والعجوز بيقول له: أهم حاجة خلي بالك من اللفيفة اللي معاك وهتوصل للأكاديمية عن طريقها. وبيكون ماشي. فقام بيقول له: استنى، ما قلتليش اسمك ولا انت مين وليه اخترتني؟ فبيقول له: مش مهم اسمي لانك هتعرفه هناك وساعتها هتتفاجئ، وانا مش عاوز احرق المفاجأة. يلا بقى روح وركز عشان رحلتك مش هتكون سهلة، بس انت قد اي حاجة ايها البطل. وبيطير بسرعة، وفي اللحظة دي النظام بيطلع من جيبه وللعلم اسمه دينج دونج ولسه بيتكلم معاه. فجأة بتظهر قدامهم كتلة من الطاقة، والنظام بيقول لهن: امتصها بسرعة قبل ما تدمر الحد الفاصل والزمكان اللي احنا فيه. بيعمل كده فعلا وبيمتص قوة هائلة جدا. وفجأة بتترمى بنت بسرعة من البوابة، والولد بيتفاجئ من جمالها وهوبا بتدوس عليه، وبعدها بتاخد بالها وبتقول له: معلش ما خدتش بالي والله، قوم انت كويس؟ وفجأة بتظهر قوة نظام لين وبيلبس رداءه المخصص لعالم الأرواح، والبنت بتنبهر وبتحس إنه عنده قوة عظيمة جدا. وبتقول له: أنا اسمي شاولان. وبتسأله عن اسمه، فبيقول لها: أنا آن لين جاي من الصين. فبتقول له: أنت من عالم البشر، بس جيت هنا إزاي؟ فبيوريها اللفيفة، فبتقول له: دي تقريبا رسالة توصيل للأكاديمية. وبيقول لها: بس أنا معرفش حاجة هنا. فبتقول له: ما تقلقش، إحنا الاتنين تقريبا في نفس الفصل، فتعالى وأنا هعرفك على الدنيا. وآن كل ده متنح ومش مصدق وحاسس إنه داخل على عالم هيعيش في العيشة اللي كان بيحلم بيها. وبيروح معاها وبيوصلوا وبيدخلوا الأكاديمية، ومن هنا هيبدأ اللعب اللي على أصوله. وبيشوفوا ناس طايرة في كل مكان ولا كأنها أرض الأحلام. وشياو بتقول له: أهلا بيك في أكاديمية توب ماجيك، أتمنى تتبسط معانا. وأكاديميتنا عبارة عن أرض عملاقة طايرة في السماء، وزي ما أنت شايف كل الطلاب طايرين على سيفهم في كل مكان، وأنت كمان هتقدر تعمل كده. وقام بيتحمس جدا، وفي اللحظة دي بيشوفوا الطلاب متجمعين هناك، فبيروحوا يشوفوا في إيه، وبيلاقوا معلمين واقفين وبيكونوا على وشك بدء الاختبار الاول. فقام بيقول لشياو: يا نهار ازرق، هو اختبار من اولها كده؟ انا مش مذاكر. فبتقول له: لا يا عم، ده مش اختبار نظري، ده عملي. هتروح وتحط ايدك على الحجر ده وهيطلع منه نور بعدها، وعلى حسب النور ده تعرف رتبتك وانت في اي فصل. فبيقول لها: وانت عرفت منين اننا هنكون سوا الفصل الاول؟ بتخمني ولا ايه؟ فبتقول له: لا، انا متاكد انك هتكون من صفوه طلاب الاكاديميه. وللعلم الطلاب بيتقسموا تبعا لقوتهم، وفي تلك اللحظات بتنفجر قوه مرعبه جدا وبيكون
بيكون ده طالب جديد واللي اسمه جي، والمبهر مش قوته الهائله دي، لا المبهر هو انه طالب جديد واتصنف من المرحله التاسعه، وكل الموجودين مصدومين من رهبه حضوره، وبالتاكيد ده عبقري جديد داخل الاكاديميه. وبعدها بيجي الدور على واحد اسمه شيو تشينج، وشيو بيدخل وبيكون معاه رساله توصيه زي اللي معاه ان، وبيديها للمعلمين، وكل الطلاب وبالذات البنات حابينه جدا. وفي اللحظه دي قوه شيو بتزلزل المكان، وبتكون قوته من المراحل العليا، يعني من الاخر رتبه من رتب المقاتلين العظماء. اما دلوقتي فبيجي الدور على صديق بطلنا المقاتله شياو، واول ما بتلمس البلوره بتنفجر طاقة حمراء مهولة جدا بتملأ المكان بالكامل، وبتتصنف من المرحلة التاسعة العليا وبتنضم للصف الأول. هو باين كده يا صديقي أي حد اسمه بيبدأ بحرف الشين اعرف إنه مبدع، زي حالاتي كده يا صديقي شين شادو. ودلوقتي بقى الدور بيجي على بطلنا آن لين، وشياو بتقول له مستنياك في الصف الأول، فكلهم بيقولوا مين الولد ده، وجي بيقول هو أي حد يقدر يدخل الصف الأول ولا إيه؟ وآن بيتحرك ومتوتر جدا وبيقول يا ترى أنا هعمل إيه؟ وبيطلع اللفيفة وكل الطلاب بيتصدموا، والمعلمة جوهرة أول ما بتفتحها بتتصدم صدمة عمرها، مستحيل دي رسالة توصية من السيد لو أسطورة عالم الأرواح. العيال أول ما بتسمع اسمه بتتصدم، ده السيد لو ما وصاش بحد من آلاف السنين، إزاي معقولة آن ده يكون أول واحد السيد لو يعترف بيه ويثق في قوته؟ والمعلم التاني بيستخدم قوة عيونه وبيجرب يشوف قوة آن، وبيضحك وبيقول أهلا بيك يا آن لين، أنا معلم الأعداد وشايف بعيني إنك هتعمل معجزات وهتصدم العالم الروحي بالكامل. فالعيال بتبدأ تسقف له والحماس بيملأ المكان. أنا هو كمان بيتشجع وبيقول لنفسه أنا خايف من إيه؟ أنا البطل هنا ومعايا النظام. وقام بيروح يلمس الحجر وكله منتظر وعلى أوبة الاستعداد للمعجزة اللي هتحصل دلوقتي. وكانت المفاجأة الكبرى. المعلم بيضحك عليه وبيقول له مش قلت لك هتعمل معجزات؟ انت اول طالب من الاف السنين يجيب صفر في الاختبار. فالعيال بتتصدم والمعلم بيكمل كلامه وبيقول له بما ان السيد لو هو اللي وصى عليك بنفسه فانت في الصف الاول يا عم آن. يا على الواسطه وعمايلها، يعني تبقى جايب صفر وتدخل صف العباقرة المتفوقين. بس لا اوعى تستعجل يا صديقي، عشان هتعرف قريب ان بطلنا آن لين هو اكتر واحد يستحق انه يدخل لصف العباقرة. بس العيال بتغضب اكتر وبيعترضوا ازاي يعني واحد قوته ضعيفه زي ده ويدخل الصف الاول؟ وبعدها بيعدي من جنبه الواد التخين ده ومتغاظ جدا من آن، وآن بيروح يعتذر من شياو عشان خسر، والولد التخين واللي اسمه لو بيعمل اختبار ومستواه بيجيب للصف ال100 فبيتغاظ اكتر وهينفجر حرفيا. ازاي الولد ده داخل الصف الاول وهو من المرحله الصفر؟ والشباب كلها بتقول ان آن محتال وجاي للاكاديميه بالنصب والاحتيال ولازم يتعاقب. وفي اللحظه دي الولد العصبي ده واللي كان اسمه جي بيقول للمعلم مش من العدل انك تخلي واحد حساله زي آن ده ينضم الفصل العباقرة لمجرد بس انه معاه توصية من السيد لو. فالمعلم بيقول عمره ما كان السيد لو ظالم. فجي بيتحدى آن في نزال عشان يهينه قدام الكل، فآن بيفكر اذا كان يقدر يهزمه، بس النظام بيقول له بتفكر في ايه يا عم؟ اهرب من غير كلام، مستواك الحالي ما يسمحش تفكر اصلا. وفجأة شيو بتسحبه طيران يا معلم وبتاخده على سكن الاكاديمية. وبيمر الوقت ودينجي مسؤولة النظام بتقول لآن دلوقتي لازم تفتح القايمة وتتعرف على قوتك وازاي تقدر تخرجها. وآن بيعمل كده فعلا وبتظهر له اول مهمة وبتكون انه يعمل 10 ضغط. فبيقول ده ايه السهولة دي؟ وفي ثواني معدودة النظام بيقول له عاش يا وحش، مبروك الترقية للمستوى الاول، تحب تاخد مهمة تانية؟ يا حلاوة. وقام بيكمل على هذا المنوال وبينفذ المهمة التانية في التالتة وبيوصل للمرحلة التالتة وقوته بتزيد جدا. وبعدها بيكون مطلوب منه 10 مليار ضغط، فطبعا ما بيكونش عارف هيعملهم ازاي دول. فالنظام بيقول له اطلب المساعدة من صاحبتك شياو، وبيخرج فعلا وبيكون رايح لها. بس فجأة واحد نينجا بيظهر وراه ولسه هيخفله، بس على مين يا معلم؟ ده آن ملك الجمدان بيفعل عينه وبيفادي الهجمات، بس النينجا بيهجم على آن بسرعه وقوه غريبه جدا وبيرزع آن في الجدار. بس آن بيغضب وبيختفي فجاه وبيتحرك بسرعه مرعبه جدا، وهوبا بيظهر وراه وبيصيب ضربات كتيره وبوم بيرزع واحده بتطيره. اوبا بالعجل كده قوه آن زادت بالشكل ده. وفي اللحظه دي النينجا قناعه بيتكشف وبيكون مين؟ هو الولد التخين. فآن بيتصدم وبيقول له انت بتعمل كده ليه؟ ده انا حتى ما زادكش في حاجه يا جدع. فبيقول له ما يخصكش، اجهز انت بس عشان هقتلك دلوقتي. وبيفعل تميمه قوتها مرعبه جدا، والنظام بيحذر آن من قوه التعويذه دي وبيقول له اهرب احسن لك. فآن بيترعب اعمل ايه طب دلوقتي؟ فبيقول له انطق الشهادتين وحاول تستخدم قوه البوابه السماويه. فآن بيقول له انا ما اعرفش بتتعمل ازاي. فبيقول له ما قدامكش حل غير انك تجرب وانت وحظك. وفجاه قوه التميمه بتنفجر وبتزلزل الارض وبيكون خلاص هيسيبه. معقوله خلاص انا هيموت؟ لا والله. آن بيتصدى للهجوم وفي لمح البصر بتوصل شياو وبتحاصر له وبتقول له حركه واحده بس والبتاع ده هغرزه في قلبك. فبيخاف طبعا. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت حد بينده على لين اطلع يا دي آن. وكانت الصدمه، ده هو لو التخين. امال ده مين؟
وفجاه بيتحرك بسرعه وبيهجم بقوه هائله جدا وهيسيب شياو، بس في اللحظه الاخيره المعلم قام بيتصدى له وبتخرج منه قوه جباره جدا، هاله مرعبه لاقصى درجه. ايوه هي دي البوابه السماويه. فالولا بيترعب وشياو بيتهجم عليه، فالولا بيهرب بسرعه. شياو لسه تروح وراه بس قام بيتألم بشده، فبتروح تطمن عليه والولا مش قادر يرد، واللول الحقيقي لسه هيزعق معان، بس شياو بتبص له بصه واحده بس فبيترعب وبيروح على طول. وشياو بتقول الان تعال نروح للدكتور، فبيقول لها لا ده انا بس كنت هخترق المستوى الرابع، فبتنبهر وبتفرح جدا من سرعه تطوره، وبتقول له الخصم اللي هجم علينا ده خطير جدا، وكمان انا مش فاهمه ايه السحر اللي هو بيستخدمه ده، فبيقول لها وانا كمان ما اعرفش. وشياو بتقول بس سحر المقاتل ده كان مظلم وفي قوه مشؤومه بداخله، واكيد كان بيستهدفك وكمان كان عاوز يقتلك. دي شكلها ما تبشرش بالخير خالص يا صديقي. والشياو بتقول له ما تقلقش انا هحميك واكون دايما جنبك، بس سيبك من كل ده، المهم قول لي انت ازاي قدرت توصل للقوه دي في كام ساعه بس؟ انا بجد عندي احساس يا ان انك هتمتلك في المستقبل اعظم قوه شهدتها الاكاديميه على مر العصور. وتاني يوم في الأكاديمية بيكون آن ماشي جنب شياو، وده طبعا عشان كان خايف لحد يهجم عليهم ويعرض حياتهم للخطر، وكمان بيفتكر ان الأخت جوهرة جت وقالت له انه بقى عدو الأكاديمية كلها دلوقتي ومحدش طايق أصلا يشوفه، فقام بيستخدم عينه الروحية وبيقرأ أفكارهم وبيشوفهم بيقولوا ايه عنه، في اللي بيشتموا وفي اللي قرفان منه وفي اللي بيخطط يغتاله بالليل، محدش بيفكر فيه بطيبة غير الأخت جوهرة والجميلة شياو. وبعدها بيدخل الفصل وكانت المفاجأة الكبرى، مدرسة سحر الأرض بتكون شجرة. ايه ده اللي هو ازاي يعني؟ شياو بتقول له ده عادي عندنا هنا، انت اول مرة تشوف الحاجات دي ولا ايه؟ فبيقول لها بصراحة اول مرة، وبيركزوا في الحصة، وفجأة بتدخل تلك الأمورة سو موتشينج. العيال طبعا بتعجب بيها وبتنبهر جدا من جمالها، وده لانها هي كمان حصلت على توصية من السيد لو. ومعقولة يا جدعان البنت دي تكون منتقلة من عالم تاني زي آن؟ بس اكيد هنعرف كل حاجة قدام. وآن بيقوم يشاور لها، والبنت اول ما بتعدي من جنبه بتحس بحاجة غريبة، وبعدها بيجي شيو طالب الرتبة العليا ورئيس اتحاد الطلبة، وفي اللحظة دي جي بيبص الآن وغاضب جدا وشكله كده مش ناوي على خير يا صديقي. وفي اللحظة دي المعلم شجرة بيحس انه كيس جوافة، فبيزعق معاهم وبيسكتهم عشان يبدأ شرح الدرس، وبيقعد يرغي نص ساعة والعيال ولا فاهمة اي حاجة. وبعدها بيطلع مستر شجرة وبيدخل مكانه استاذ المبارزة، واللي بيكون سيف بيتكلم. والله زي ما بقول لك كده يا صديقي، انا حرفيا مصدوم من اللي بيشوفه. والسيف بيديلهم الدرس وبينشر موجات غريبة في كل مكان، وقام بيبص وراه وبيشوف زمايله كلهم نايمين فبينام هو كمان زيهم. وبعدها بيمر شوية وقت وبيخلص الحصة، وبعدها بتدخل عود الكبريت دي وبتقول لهم اهلا يا شباب. انا المرة دي ما بكونش متفاجئ، وبيقول ان شاء الله حتى لو جبتوا لنا في اللي يشرح بيولوجي عادي انا خلاص اتعودت. وحتة النار بتخلص كلامها وبيجي الدور على اللي بعدها وبيكون شاكوش. والله ما بهزر، الواد حرفيا بيزعق وبيقول على الله لاقي انسان في الاكاديمية دي. وهوبا بتدخل عليهم الاخت جوهرة وبتكون مدرسة التواصل وبترحب بيهم، وقام بيفرح وبيقول اخيرا حصة هتتفهم. بس بالحاشي وبيلاقي جوهرة بتوزع عليهم كل واحد موبايله وبتقول لهم العبوا وانبسطوا يا شباب. العيال كلها بتلعب بالموبايلات ومستمتعة، والاخت جوهرة بتتفرج على ملخصات شادو وبتكون في قمة السعادة يا صديقي. فقام بيقاطعها وبيقول لها ركزي معانا يا ولية، اشرح لنا اي حاجة، فهمينا اي حاجة وسيبك من اللي بتتفرج عليه ده. فطبعا ما بتديش لكلامه اي اهمية وبتكون بتتفرج على ملخص دراجون راجا. وبالمناسبة يا صديقي لو ما شفتش الفيديو ده فانت فايتك نص عمرك حرفيا. المهم في اللحظة دي بيدخل عليهم المدير وده اللي بيدرس لهم الرياضيات، وانا اخيرا بيتحمس وبيقول بس هو ده اللي هيظبط الدنيا، يلا يا مستر اشرح. والمستر بيعمل عليهم تعويذ التنويم مغناطيسي وبيقول لي انا قبل ما يفقد وعيه اول ما تصحى هتلاقي مستنيك المدعكة اللي بجد. وبعد مرور 3 ساعات بتصحيه شياو وبتقول له اصحى يلا، الاستاذه جوهره هتشرح سحر دلوقتي، وبيركز معاها والاستاذه بتفهمهم الاساسيات، وبعدها بتنادي عليهم عشان يدخلوا في قتالات تدريبيه. الاول بيكون شيو وخصمه هو آن لين. فالشياو خايف عليه وبتقول للمعلمه جوهره هدخل انا بداله، والمعلمه طبعا بترفض، وقام بيتشجع وبيقول لها ما تقلقيش عليا اوعدك مش هخسر قدامه. وبيمشي بس فجاه شيو بتقف قدامه وبتهجم بنيران قويه جدا، بس شيو بيوقفها بكل سهوله والشيو ما بتهمتش وبتهجم عليه بضربات ناريه قويه جدا، بس بوم الولد بيطيرها بعيد، فبتهجم عليه تاني بقوه كبيره جدا وقوتهم بتزلزل الارض حرفيا، وبتتبادل معاه ضربات كتيره جدا وبيقول لها احسن لك ابعدي ده لمصلحتك. بس البنت بتفعل كامل قواها وبتهجم عليه بلعب مرعب جدا بس من غير اي فايده. تشكيله الحاجز شو بيوقفها في لمح البصر، وفي اللحظه دي النظام بيقول لآن استخدم العيون الروحيه وهتقدر تكشف نقاط ضعف الحاجز، وبيفعلها وبيكتشف الثغره. وفي اللحظه دي شيو بتطلق اقصى هجماتها، بس شيو بيقول
كل ده ملوش فايده، وبيفعل قوه الحاجز وبيطيرها بقوه كبيره، وبتظهر فجاه طاقه مرعبه جدا وبترزعها في الارض وبتكون خلاص اتخلص عليها، بس في لمح البصر بيظهر البوابه السماويه. بوم. بيحصل انفجار هائل جدا وكله مصدوم، ايه كم القوه المرعبه دي؟ بس لسه الصدمه الكبرى هي ان ان واقف مكانه وهالته المرعبه تحاوط جسده واتصدموا صدمه عمرهم حرفيا، والاخت جوهره مصدومه، وقام بيقول له تعالى لي يا حماده اوعدك هو بوكس واحد هيخلص المعركه دي، وبيهجم عليه بس شيو بيتفاداه وبيبعد عنه وبيفعل قدراته وبيظهر سلاسل مرعبه جدا بيسلسله هو والشيو عشان ما تساعدوش. تفتكر انه محتاج حد يساعده اصلا؟ غلبان. قام بيضحك وبوم بيدمر السلاسل بكل جمدان، والضربه الاولى بتكون اخترقت الحاجز. يا ابن اللعيبه، وكله متسمر مكانه ذهولا بقوه ان الفتاكه. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ والاخت جوهرها عينها بتلمع وبتقول المدير كان عنده حق، الواد ده على الرغم من انه كان مستوى 0 بس دلوقتي يقارع واحد من المستوى ال9، وكمان مش اي واحد، ده العبقري شيو. وبعدها شيو بيحيي انو وبيمشي، والمعلمه بتنزل لانو وبتقول له انت عارف انا ليه خليتك تواجه رئيس الفصل واقوى طالب في الاكاديميه؟ فبيقول لها عارف، وهي عملت كل ده عشان تعرف كل الطلاب بقوته. وفجاه بيدخل عليها مستر شنبات وبيقول لها مصيبه يا جوهره مصيبه، فبتقول له خير يا عجوز انت في ايه؟ فبيقول لها مدربين ميدان التحرير طلعوا كلهم خونه وشكل طلاب السنه الثانيه هيموتوا النهارده. جوهره بتتصدم وبعدها بيختفوا من المكان، وبعدها العيال كلها بتخرج بعد ما نص الحصه اتلغت، ورئيس الفصل بيروح لشياو وان وبيمدحهم على مهارتهم وبيعترف بيهم كمنافسين ليه، وبيقول لهم لو احتجتوا اي حاجه فاطلبوها مني. وان بيستغل الموقف وبيقول له ما لاقيش معاك بتاع 170 حجر روحي امشي بيهم زنقتي بس. فشيو بتتفاجئ وبتقول له انت كده بتشحت فلوس منه، وبيطلع ان الاحجار الروحيه دي هي عمله العالم ده. فشيو بيضحك وبيقول له خد يا عم مفيش حاجه تغلى عليك، الخاتم ده فيه 1000 حجر وهو في حد ذاته يسوى 5000 حجر روحي. فقام بيقول له تسلم يا عم. وفي الوقت ده سو بتروح له هي كمان وبتطلب منه يكونوا اصدقاء، والواد بيكون في قمه السعاده، وشكلها كده الدنيا بدات تلعب معاك يا عم ان. ومن الناحية التانية بتكون المعلمة جوهرة بتتكلم مع المدير على حرب ميدان الحرية، وهو بيسألها عن نظرتها في طلاب السنة دي وإن كان حد فيهم يقدر يفوز. أنا بقول ممكن اللي يكون قد المسؤولية هم شيو وشياو. فبتقول له لا، اكتشفت النهاردة نبغة وأسطورة جاية في الطريق وهو الطالب آن لين. فبيوافق على اقتراحها، والنظام بيشرح لآن عن المسابقة، وده لأن السنة دي القوانين اتغيرت وكل الطلاب هتشارك فيها، وده طبعا عشان يقدروا على المعلمين الخونة. وبيعرفوا كمان إن في ليه مهمة خاصة لو نفذها هيلف عجلة الحظ وممكن يكسب سلاح روحي، وإن ما نفذهاش فالعقاب هيكون إنه يتحول لبنت بقية حياته. يا نهار أبيض. والمهمة بتكون إنه يجيب مركز من ضمن ال50 الأوائل. هتقول لي يا عم ما الموضوع سهل أهو، أنا بحسبه لازم يطلع الأول وبتاع. هقول لك لا، مش بالسهولة دي يا صديقي. البطولة دي مشارك فيها حوالي 10000 طالب، وكونك تبقى مركز من المراكز ال50 الأوائل أكنك بالظبط الأول على الثانوية العامة. فقام بيتصدم حرفيا وبيقول له لا يا عم أنا برفض. فبيقول له مش بمزاجك، دي مهمة أساسية ولازم تنفذها. وبيبص في المراية وفجأة بيشوف شكله وتحول لبنت. يا نهار أبيض يا جدعان، ده هو إيه اللي بيحصل ده؟ الواد بيحرك إيده وهي بتحركها معاه، وبعدها بتتحكم في نفسها وبتخرج من المراية وبتقول له أنا هو أنت ويلا موت. بتزقه توقعه، وقام بيقوم من النوم مفزوع وبيسأل النظام عن المستوى اللي هيوصل له بعد ما يمتص 1000 حجر. فبيقول له هتوصل للمستوى ال7، وبيني وبينك كده مش كفاية، لازم تتدرب أكتر يا آن. الواد فعلا بيقوم وبيبدأ يتدرب وبيوصل للمستوى ال7، وقوته بقت إيه مش عاوز أقول لك، آخر جمدان وفخامة. فبيتملك الغرور وبيقول له يا عم ده أنا بقيت جامد قوي. فالنظام بيقول له بيتهيأ لك، وفي المسابقة هتشوف بنفسك. وبيفتح خريطة موقع الاختبار وبيفهموا على كل حاجة هناك، وده لانهم غيروا المكان بقى في جبال ال1000 قمة بدل مكان جبل التحرير. وبعدها بيقعد يدرس كل حاجة بالتفصيل وبيحط خطة لكل حاجة، بس على اخر لحظة بتحصل تعديلات وعدد المشاركين في المنافسة بيزيد ل50,000، وقام بيكون المركز ال29,000. حرفيا صدمة بكل المقاييس، وبيقول ده انا في المستوى ال7 اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا كده هتفشخ. وبيطلب من النظام يساعده، بس هو بيقول له لا بره عني يا عم، اتصرف بمعرفتك، انا سربت لك كل المعلومات من الامتحان قبل ما يبدأ، ولو خسرت فهتكون عيبة في حقك والله. وقام بيبص في المراية وبيشوف البنت اللي هتاخد مكانه، وبيكون محبط على الاخر، وبيطلع يتكلم مع شياو وتشو، والعيال بيحسوا انه اتجنن، وبيروح يخبط راسه في الحيطة، والشباب اتجمعوا سوا عشان يشوفوا حل لمشكلته دي، وبيدخل عليهم وبيشوفهم بيتكلموا عنه وبيصعب على نفسه جدا. وفجأة البنت بتظهر له في المراية، فبيروح كسرها بكل عصبية وبيقول انا لازم اكون واحد من ال50 الاوائل باي طريقة، ممكن ما يكونش عندي القوة الكافية، بس اسمعنا ايها النظام، انا
وهعمل اي حاجه عشان اكسب في المسابقه دي. فالنظام بيقول له فكك، مش هتقدر تعمل حاجه غير لو مستواك عدى المرحله التاسعه زي شياو. فبيفتكر معركته مع شيو وبيقول انا كده فاضل لي مستويين واوصل لها، وهي فعلا قويه جدا. والنظام بيقول له تصدق انت صعبت عليا، ما تقلقش يا عم هساعدك، لو قدرت تخلي شيو وشياو يتظاهروا بانهم خسروا في مواجهتك عمدا مستواك هيرتفع وهتكون من افضل 5000 طالب. فالواد بيتهبل وبيقول له بجد، وعلى طول بيروح يطلب من شيو بس بيتكسف وبيكونش عارف يقول لها ازاي، وبيطلب منها جوهره سحريه فبتقول له حاضر هجيب لك. وبعدها بيروح لشيو فبيرفض برضه انه يمثل انه يخسر قدامه. وان تاني يوم بيسالهم تاني والمره دي شيو بيوافق وبيقول له مش فاهم ايه اللي هيحصل يعني لما امثل اني خسرت قدامك، بس طالما انت عايز كده فخلاص يا عم. الواد بيفرح وبيشكره وبعدها بيروح ينزل على ركبه ويطلب من شيو نفس الطلب. فالبنت تستغرب بس بعدها بتقول له تمام وبتقوم عشان تمشي. وفي اللحظه دي قام بيقول دي فرصتي، فبيخرج قوته هوبا بيكتفها وبيهجم عليها بقوه كبيره. والبنت بتعيط وبتصعب عليه فبيقف، والبنت بتحدفه بالشنطه في وشه وبتمشي وهي بتعيط. وبعدها ان بيروح يحكي لشيو على اللي حصل فبيقول له ما جراش حاجه، بكره اتكلم معاها وعرفها انه سوء تفاهم بس. وبعدها ان بيروح على بيته وبياكل الجوهره اللي شيو ادتها له وبيقرا الرساله اللي في البوكس وبيكون مكتوب فيها عزيزي الغالي ان لين، انا صديقتك المخلصه شياو، الاختبار خلاص بعد 10 ايام، عارفه انك شايف نفسك ضعيف وخايف تاخد خطوه بس ما تقلقش، اوعدك طول ما انا فيا الروح هحميك وهدافع عنك لاخر لحظه، صديقتك شياو لان. الواد بيتاثر وبيكون قايم عشان يعتذر منها بس بطنه بتوجعه فجاه، والنظام بيعرفه انه هيفضل مريض كده لمده 13 يوم لانه اتسمم من الاحجار اللي اكلها. والمشكله ان البطوله بعد 10 ايام وهو هيفضل مريض ل 13 يوم. يا حلاوه، ده كده هو خسران ما فيهاش كلام. وان ما بيكونش قادر، وشياو في بيتها بتفتكر اللي عمله معاها ان الصبح وبتحس انه ما كانش يقصد فعلا وانها هي اللي زودت الموضوع، فبتقرر تقبل اعتذاره بس لو جه اعتذر. وبيخلص اليوم على كده. وبيجي اليوم اللي بعده وان مش بيروح الأكاديمية والعيال كلها بتتكلم عليه وبتقول اكيد حس على دمه وبطل يجي لهنا. وكل ده وان لسه ما خرجش من بيته ونسبة التعافي هي 4% بس. فبيجي شيو يطمن عليه فان بيشرح له المشكلة وانه متسمم، فبيقعد معاه طول الليل ينفذ طقوس طرد الارواح. وبالفعل الموضوع بيجيب نتيجة فعلية والواد بيحس انه بقى احسن شوية وبيستمر على الوضع ده. وشيو الرجولة بيساعد ان لحد ما بيجي موعد الاختبار والطلاب كلهم بيتجمعوا في الساحة وان بيكون لسه تعبان، وده عشان السم ما اتشالش بالكامل وبيكون واقف في حاله ومش قادر حتى يكلم حد. بس الكلب ده بيقعد يزاوله. وبعد مرور بعض الوقت بيوصل المعلم الاكبر يوها وبيشرح للشباب القواعد باختصار، وهي كل ما كنت اقوى وهزمت خصوم كتير كل ما تصنيفك ارتفع وهتجلب الانتصار لاكاديميتك، والهزيمه بتتحدد لما الضوء الذهبي اللي هم متحوطين بيه ده يتكسر. فبيقول لهم فاهمين يا رجاله؟ فبيقولوا له تمام. والطلاب بيكونوا متحمسين وان ربنا ما يحطك مكانه يا صديقي، حالته تصعب على الكافر حرفيا. وبينتقلوا على مكان الاختبار وكل واحد بيكون بعيد عن التاني. يعني كده خطة ان في ان شيو تحميه انساها خلاص. كل ده كلام في الفاضي وشكله هيطلع ميتينه النهارده، وخصوصا انه لسه مريض وباقي 3% من السم في جسمه. والمشكله الاكبر ان شرط عشان يكسب التحدي انه ينفذه في الوقت المناسب قبل ما تخلص البطوله، ولو وقت البطوله خلص وهو لسه ما كسبش فهيتحول بدل ان للبطله انا. وفي الوقت ده الاخت سو بتخلص على الطلاب اللي حواليها ومفيش حد قادر يسد قصادها، وهي وشياو عاملين شغل فاخر من الاخر. نرجع بقى لعمنا ان واللي كان نازل جنب لو خايف جدا، بس ان بيقول له ما تخافش انا مش هعملك حاجه، وبيلف نفسه وبيمشي. لو بيستغرب من تصرفات ان وخصوصا انه كان بيأذيه وحاول يشوه سمعته اكتر من مره. وفي تلك الاثناء بيدخل عليه رئيس مجلس الطلبه جي وبيساله عن مكان ان وان كان شافه، فبيقول له مشي من هنا وبعته في طريق غلط. جدع يا لو والله، حركه جدعانه من واحد ندل. وهنا بنشوف الاخت جوهره بتراقب ان من بعيد وبتقول الاكاديميه كلها بتدور عليه وهو مستخبي ورا الشجر والعشب ولا في باله اي حاجه. وفي اللحظه دي بيكون العداد وصل ل 99%، كده فاضل 5 دقايق ويرجع طبيعي ويتعافى بالكامل. تفتكر انهم هيعدوا على خير يا صديقي؟ لا والله. بوم، واحد بيقطع العشب اللي انا مستخبي وراه وبيتحداه في نزال. فان بيقول له يا عم هعمل لك اللي انت عايزه بس 5 دقايق بس والنبي. وفي الوقت ده
بيطلع عليه 4 بيكرهوا ان لين كره العمى وحالفين اللي يكسروه النهارده، اللي يقول له انت خدت مكاني في الفصل، واللي يقول انت سرقت حبيبتي، واللي يقول له سرقت خطيبتي، واللي تقول له سرقت حب عمري. وهو بيقول انا عملت كل ده يا جدعان، بس قام بيجيب من الاخر وبيقول لهم طب بصوا اتخانقوا مع بعض والكسبان يلاعبني في الاخر، والاولاني بيقول ما بيديهاش وبياخد بعضه وبيجري. اما الاربعه الباقيين فبيدخلوا على بعض تخبيط ودم للركب. ولكن في تلك اللحظه قام بيتعافى بالكامل. جالكوا الاسد، تعالوا لي يلا انت وهو، بس بتعملوا ايه؟ بس بيخرج قوته بوم ضربه واحده بتفرتكم كلهم ومستواه بيرتفع. وفي اللحظه دي بيطلع له وبيقول له تعالى معايا يا ان، وبيروح معاه فعلا وبياخدوا الملجأ الطلاب الضعفاء وبيدخلوا فعلا عن طريق الحاجز ده، وبيكون كل الطلاب الضعفاء مستخبيين هنا وخايفين من المجزره اللي بره. ولو بيقول له كلنا معاك يا ان، احنا الطلاب الضعفاء اتجمعنا هنا وهنديك نقاطنا بس بدون اي قتال ومن غير ما نتاذى. الشرط الوحيد بس هو انك تهزم ابن هرمة جي وتعرفوا مقامه كويس. ان كان مستغرب وفكر انه يهرب بس هم اصروا عليه. يلا يا ان خرجنا من البطوله واحنا بنعتمد عليك يا بطل، كده كده اصلا ملناش فرصه قدام الحيتان اللي هنا. فقام بيسمع صوت حد بره فبينفذ طلبهم وبيهزمهم كلهم ومستواه بيرتفع جدا وبيكون من اول 5000 واحد تقريبا. وفي تلك اللحظه النظام بيحذره استخبوا بسرعه، في شخص قوته كبيره جدا في المكان. بوم حد بيطير الشجره في لمح البصر وبيكون واحد من السنه الرابعه وبيقول له انت ان لين تعالى لي يا روح امك، وبيهجم عليه بسرعه مرعبه جدا وخلاص هيسيبه. معقوله دي النهايه؟ لا والله. بوم في لمح البصر بتنطلق قوه خطيره جدا بتبخره حرفيا، وبتكون البنت دي هي اللي عملت كده وبتقول دي جزات اللي يلعب مع حاجه تخصني. النظام بيقول له اجري بسرعه، دي من مستوى الارواح العظمى. اوبا دي كارثه بجد يا جدعان، نخلص من مصيبه يطلع لنا الانح منها. وفي الوقت ده ان بيفتكر لما شياو كانت بتكتب له على معلومات اعظم مقاتلي اكاديميه الارواح وبتحكي له عن فتاه شابه من السنه الرابعه بتعشق السحر المحظور وبتعمل تجارب خطيره جدا على طلاب الصف الاول كل سنه، جرايم بشعه جدا ومحدش قادر يوقفها، والمعروف عنها ان قوتها مرعبه لاقصى درجه ومحدش ابدا بيقدر يفلت من تحت سيطرتها. اوبا المره دي ان وقع في مصيبه بجد. ان فعلا كان سمع عنها قبل كده وعرف انها تموته، فبيضطر يقول لها انه من العالم البشر وبيعرض عليها انهم يتكلموا في شويه معلومات عن عالم البشر في مقابل انها تسيبه، وبتوافق وبتساله اسئله كتير قوي. فالواد طبعا بيجاوب عليها كلها وفي الاخر بتصدق انه فعلا من عالم البشر وبتقول له كده قدامك خيارين، اما تلعب ضد اللعبه دي وتهزمني او هقتلك عشان ما تعرفش حد غير المعلومات دي. فان مش عارف يعمل ايه وبيقول دي مش انسانه طبيعيه، لا دي مجنونه بحقه حقيقي، اعمل معاها ايه دي يا ربي؟ المجنونه ليو بتقول له انت هتلعب معايا لحد ما المنافسه تبتدي واياك تخسر والا انت عارف هيحصل فيك ايه. وفي اللحظه دي النظام بيعرف ان بمهمته جديده عشان يزود قوته، وهي انه يروح اعلى قمه جبل بلاك روك ويمتص روح الارض من هناك لمده يوم كامل. بس المشكله ان القمه دي محدش يقدر يطلعها الا لو كان من مستوى الروح العظمى. فقام بيقول اعمل ايه وبتجيله فكره وهي انه يستغل ليو ويخليها تطلعه هناك، فبيقول لها باين عليكي موهبه استثنائيه فخلينا نلعب الجوله دي في مكان استثنائي. فبتوافق وبيركب وراها السيف وبيطلع على السحاب. وفي نفس الوقت ده بيروح الكلب اللي كان مع انو وبيقول لشياو انت بتدور عليه مش كده؟ فبتقول له لا لا يا عم ما بدورش على حد بعني، ده حتى ما جاش يعتذر بسبب اللي عمله يوميها. فبيقول لها صحيح انا كلب وما فهمش الكلام ده بس لازم توصليني ليه دلوقتي حالا لاني لازم احميه، وخصوصا انه مش هيقدر يدافع عن نفسه بسبب السم اللي في جسده وهو ده السبب اللي مخليه مش قادر يتحرك على طول. شياو فهمت كل حاجه. وفي تلك اللحظه فجاه بيطلع عليهم جي وبيهاجمها بقوه مرعبه جدا. عاوزه تنقذي ان لين؟ طب وريني هتعملي كده ازاي. يا نهار ابيض يا جدعان دي كارثه بجد. وفي اللحظة دي كان ان وصل على اعلى قمة بلاك روك وبينزل هو والساحرة ليو، وفعلا ان بيندمج مع روح الارض والقوة بتتدفق في جسمه والعداد بيعد والنظام بيقول له بعد انتهاء الوقت قوتك هتوصل لمرحلة لم يسبق ان شاهدتها من قبل، فالاحسن وقتها انك تنتهز الفرصة وتشن هجوم قوة على ليو وتقضي عليها بضربة واحدة، فقوتك هتكون مساوية لقوة مقاتلي الارواح العظمى.
دي شكلها تولع على الاخر يا صديقي. وفي اللحظه دي ليو بتشوف حد قاعد قدامهم. انت مين؟ وازاي طلعت هنا وانت من المستوى الثامن؟ والاغرب كمان انه طلع هنا لوحده. فبيضحك وبيقف. عودي كما لم اكن هنا. وبيكون ماشي وبيبص الان وبيقول له استنيتك كتير بس اخيرا وصلت، ولكن للاسف الوقت مش مناسب ان اتكلم معاك. وفجاه بيختفي وذكريات ليو بتتغير وبتدوخ. فقام بيقول لها انت تعرفيه؟ فبتقول له هو مين؟ فبيقول لها اللي كان موجود هنا دلوقتي. فبتقول له ما كانش في حد. ده خلاها تفقد الذاكره بالتعويذ اللي القاها. يا ترى هو مين الولد ده وايه حكايته بالظبط؟ وفي الوقت ده كانت الاخت جوهره والمدير بيراقبوهم من بعيد. وبيطلع ان الولد ده هو واحد من اساطير عالم الارواح بالكامل. اوبا، معقوله يكون عنده قوه خارقه زي ان بالظبط؟ ويعرف ان منين اصلا؟ بس بالتاكيد كل ده هنعرفه قدام. فصلي على نبينا محمد يا صديقي قبل ما نكمل. وهنا ليو بتشرح لان على قواعد اللعبه وبتقول له جاهز يا بطل. وعلى الجانب الثاني كانت شاو بتقتل جي، والولد قوته مرعبه ومليانه ضغينه مش طبيعيه. وعارفين النينجا اللي كان منتحل شخصيه لو في البدايه طلع مين بقى؟ هو الولا جي. والشيو بتتصدم وبتقول له بتعمل كده ليه؟ فبيقول لها البشر يعدوا اعداء لطائفتي، فاحسن لك ابعدي عن طريقي والا تكوني من اعداء انت كمان. وفجاه الكلب بيهجم عليه بس بيتصدله، والشيو بتهجم عليه بسرعه بس الولا قوي جدا ومش قادرين عليه. فبتهرب هي والكلب بسرعه. فجي بيضحك وبيقول اغبياء مفكرين نفسهم هيقدروا يهربوا مني ولا ايه؟ وبيمر الوقت وبيجي الليل والمعلم ان قاعد هو واليو يلعبوا في الروقان خالص ولا داريانين بالمدعكه اللي بتحصل تحت. وبيخلصوا وبيكونوا اتصاحبوا على الاخر وبيتفقوا انهم يكونوا اصحاب مقربين. وفي الوقت ده النظام بيقول لان ان فاضل 5 دقايق بس وهيكتمل تطور قوه ان مرعبه. وفي اللحظه دي الشمس بتشرق والنظام بيقول استعد يا ان لشن الهجوم. وليو بتقول له احنا اصدقاء يا ان مش كده؟ فبيتردد وبيقول لها ايوه اكيد. فبتقول له اذا انت صديقي الوحيد. وبنعرف انها مقطوعه من شجره زي ان بالظبط وان بيحس بيها. فبيقول لها سيبك من كل ده، انا وانتي هنكون فريق قوي جدا ونبيد الظلم اللي في العالم ده. فبتقول له كنت اتمنى انك تكون صادق. فبيقول لها اكيد صادق. لا كذاب، طول الليل كنت بتكذب. والنظام بيقول له انها شايفه هاله امتصاص روح الارض وفاكراك بتستغلها طول الوقت ده. ان بيقول لها لا انت فهماني غلط. فبتقول له طب قول الحقيقه. فبيتردد وبيقول لها انه كان بيتدرب عشان يهاجمها ويهرب منها. فعلا الهاله بتكون براقه واليو بتتاكد انه ما بيكذبش بس تفتكر انها تسيبه بالبساطه دي. لا والله. بتقول له انت خاين وبتغضب جدا. وفجاه بتفعل هجوم من رمحها الفتاك وبتخرج قوه هائله جدا وخلاص ضد عليه. ولكن في تلك اللحظه طاقه ان بتشتعل وبيصور غضبا. ليه مش مصدقاني؟ انا فعلا كنت هاجم عليكي بس بعد ما قعدت معاكي عرفت انك طيبه. فالبنت فعلا بتتاثر من كلامه وبتلغي تعويذتها. وان بيوقف بس بعد ايه يا معلم؟ اكتساب روح الارض بيتفعل وبوم فجاه بتنفجر منه قوه جباره جدا بتزلزل السماء باكملها وبيصيبها بقوه. بس البنت بتخرج سلاحها وبوم بترزعه في الشجره وبتثبته. كنت بتغدر بيا؟ فبيقول لها لا والله دي بالغلط. وبتشوف هالته وبتعرف فعلا انه صادق وبتكونش فاهمه اي حاجه. بس ازاي قدرت تطور قوتك بالشكل المرعب ده وكل ده وانت قاعد تلعب معايا؟ فبيقول لها على سر قوته الحقيقيه وانه يملك نظام خارق له قوه غير محدوده. وبيقول لها كمان انه لازم ينزل دلوقتي عشان لو ما عملش الشروط وكمل المهمه فهيتحول لبنت. فالبنت بتقعد تتنمر عليه وبتقول له خد دي حطها على دماغك عشان لو اتحولت ابقى اعرفك ونبقى اصحاب تاني. فالولا طبعا بيرفض بس بتقول له صدقني هتحتاجها وهتحميك من هجوم مدمر كان هيصيبك لا محاله. فقام بيلبسها ويودعها. اشوفك تاني. وبينزل من فوق اعلى قمه جبل بلاك روك. وبعدها بيكون ان في منتهى السعاده بعد ما بيعرف ان رتبته القتاليه وصلت لحد المستوى التاسع. سعادته كمان بتزيد لما بيعرف ان احتماليه نجاحه في المهمه زادت ل 75%. بس فجاه بيصيبه شعاع طاقه قوي جدا وان اول ما بيشوف صاحب القوه دي بيتصدم. وده لان واحد من اساطير الاكاديميه وانج. الولد ده غاضب جدا وبينادي على حد معين. انت بقالك 4 سنين مختفي وبتتجنبني. انا نفسي اعرف انت ليه بتعمل كده. ده انا حتى في نفس مستوى قوتك. بس خلاص دلوقتي مش هسيبك غير لما تواجهني النهارده ونحسم مين فينا الاقوى. قدامك 10 دقايق وان ما ظهرتش في خلالهم فوعدك اني اقتل كل التلاميذ المتبقين هنا. وانت عارف كويس ان اقدر اعمل كده.
صدمة بكل المقاييس. الواد ده خطير جدا يا جدعان، وان بيعرف ان الشخص اللي بيتحداه ده هو نفسه تشين اللي شافه فوق الجبل، فان بيتوتر اكتر لان لو ما ظهرش بسرعه فالبطوله هتبوظ وممكن ما يحصلش لا مركز ولا هم يحزنون. فبيفكر كتير مع نفسه والوقت عمال يعدي، كل ده تشين لسه ما ظهرش والدنيا هتقلب مجزره بعد 5 دقايق بس. وفي اللحظه دي ان بيحس بالخطر حوالين كلبه وشياو، فبيجري هناك بسرعه. وفي الوقت ده جماعه جي ماسكين الكلب وينفذوا عليه ختم الدم، بس بوم شياو بتهجم عليه بسرعه وفجاه بيظهر شي وراها وبيجيبها الارض. وخلاص شياو تعبت وجابت اخرها، وكل همها دلوقتي هو انقاذ دابي لانه يعتبر ابن ملك من قادة طائفة الوحوش، ولو مات دلوقتي فده هيأثر على السلام بين الطوائف وممكن تحصل حرب عالمية. وفي اللحظة دي بيهجم عليها جين وبيطير السلاح من ايدها وبيخرج قوته الظلامية وبيقول لها كده انت خلاص في عداد الموتى، بس عندك فرصة تعيشي لو قلتي لي على مكان انلين. بس بتقول له انا اول مرة اشوف حد بغبائك ده. ان بيتطور بسرعة كبيرة، وان رحت له دلوقتي فهيكسر عظمك حتة حتة وشكلك هيكون وحش قوي بصراحة. فجي بيغضب جدا وبيهجم وخلاص هيخلص عليها، بس لا والله بوم ان بيوصل في لمح البصر وبيمسك شياو الكلب وبيخرج هالته الجبارة وبيقول دلوقتي هيبدأ. وبوم جماعة جي بيتفرتكوا في لمح البصر واحد ورا التاني، والمقاتل الاسطوري وانج نازل تدمير وابادة جماعية بكل طغيان وجبروت وبيمحي الطلاب عن بكرة ابيهم. وفي اللحظة دي المعلمة جوهرة بتتصدم وبتقول للمدير انت شفت حاجة زي دي قبل كده؟ فبيقول لها لا، دي اول مواجهة تجمع 1 ضد 20,000. المواجهة دي زي وكأنها حرب بين جيش من الخراف واسد واحد. واحدة من الهجمات دي بتنزل على تشين لكن الاسطورة بيبعدها عنه ولا كأنها لمسته حتى. على وضعك يا كاريزما انت. وان في الوقت ده بيحمل كلب والشاو بالتميمة اللي ادتها له اليو، والشاو بتتعرف على صاحبة التميمة وجي ما كانش لسه مات. فالشاو بيتعرف ان جي هو اللي كان بيضربها هو وجماعته، وكمان هو اللي اتنكر على شكل لو وحاول يختالك. فان بيغضب وبيقول انا مستحيل اسيب حد فيهم عايش. فالعصابة بتستهزأ بيه وبيقولوا له اتكلم على قدك يلا، ده انت حيالله في المستوى الثامن، جايب من الجرأة دي كلها؟ ولسه بيكملش كلامه ان بيفرتك الاول وبيدخل على اللي بعده وبيرزعه في الارض وبيروح لجي والولا مرعوب جدا. سامع ركبك بتخبط، مهزوز مخضوض متلخبط. وان في لمح البصر بينكتوا بوكسه بيطيروا حرفيا، وحوموكشا واصحابه بيتلموا على الان. بس على مين يلا انت هو؟ ان بيطيرهم وبيوديهم لصاحبهم. لا عظمه على عظمه يا عم ان، والكلب فرحان والدنيا فل الفل. ولكن في تلك اللحظات وان جن خلاص لان تشين ما ظهرش لحد دلوقتي وهددوا انه هيدمر قمم الجبال الالفيه. المعلمين بيتصدموا والمعلم الاكبر بيحضر في المكان وبيقول لهم ما تقلقوش مش هيقدر يعمل حاجه، وده عشان عندي جيش فتاك. هم مين؟ الاولى بتكون سو اللي بتوقف ضربته بكل سهوله، وبعدها بيطلع شيو وبيسلسله بقوه كبيره جدا. وخلاص يا باشا انت كده خسران اكيد. ولكن كانت خيبه الامل. وانجي بيدمر السلاسل وبيقول لهم حلو مستواك كويس بالنسبه لشويه عيال من السنه الاولى. وفجاه سو بتهجم عليه بس بصد كل ضرباتها ولا بيتاثر. وشيو ادرك ساعتها انهم مش هيهزموه غير لو اتحدوا كلهم، عشان كده بيطلب من كل الطلاب يساعدوه ويمدوه بقوتهم، وبالفعل بيعملوا كده. وسو بتحاول توقفه بكل قوتها لكن كل هجماتها من غير اي فايده وبيصعق عقلها حرفيا. فالبنت بتستسلم وبتجيبها من قصرها وبتخبط نفسها في سلاحها وبتخرج من البطوله. فوانجي بيصور غضبا وبيهجم على شيو بتنين البرق، والشيو بيعمل حاجز من 16 طبقه بس مفيش حاجه قادره توقف الطاغي ده. بيضحك بعلو صوته وبيزود قوه الهجوم وبوم بيدغدغوا حرفيا. سحقا يا جماعه، شيو بجلاله قدره مش قادر يعمل حاجه قصاد الوحش ده. المعلمين ساعتها ادركوا ان مفيش غير تشين هو اللي يقدر يهزمه، بس مش لوحده لا. ايوه زي ما توقعت يا صديقي، القادر على ايقاف هذا الطوفان هو الاسطوره القادمه بطلنا انلين. وانجي بيدمر في العيال بكل عصبيه ولا حد قادر يقف قصاده. وفي اللحظه دي هجوم قوي جدا هيسيب ان وخلاص يقضي عليه، بس فجاه بيظهر الاسطوره تشين بيدمر الهجوم بصابع واحد بس. يا فخامتك يا جدع. وبيقول لان عارف المهاره دي اسمها ايه يا ان؟ ايوه دي اسمها اصبع الحاكم. يا نهار ابيض يا جدعان، ده المهاره دي نادره جدا ومكتوب ان مفيش حد قدر يتعلمها من 50,000 سنه. ازاي بقى واحد زي تشين قدر يتعلمها؟ معقوله يكون من العصر الاسطوري؟ فان بيسالوا عن علاقته مع المجنون اللي بيدمر
بيدمر الجبال ده، فبيقول له انهم كانوا اصدقاء في الماضي واللي بيعملوا ده عشان ينتقم من طار قديم بينهم، وبيقول له دلوقتي يا ان عاوزك تقضي على الطار الهيجان ده، وبيختفي. النظام بيقول لان احتمال انتصارك في المعركه دي هو 1 من 1000. الواد بيتصدم وانج بيروح له، فان بيقف قدامه وبيخرج شياو من غير ما تتاذى، وانج بيغضب جدا. فين تشين؟ مين اللي هيواجهني؟ فان بيقول له انا، واحفر اسمي كويس في عقلك، انا ان لين، واللي هيوقفك عند حدك دلوقتي. فكله بيتصدم، مش معقوله ده هيواجهه لوحده. وانج بيستهزأ بيه ويفضل يضحك، انت بقى اللي هتهزمني؟ وبيجهز لهجوم مرعب جدا، والرعد والبرق يزلزلوا السماء بالكامل، وده بيقف قدام ان عشان يحميه. لكن ان في لحظه واحده قرر انه يقاتل لوحده امام هذا الطوفان، فبيحطم الغلاف اللي على الكلب وبيخرجوا من المنافسه ليظل وحيدا امام وحش لا يرحم. ترى من سينتصر، المستجد ان لين ام اسطوره السنه الرابعه وانج؟ فركز معايا يا صديقي عشان لو اللي فات كان جامد فاللي جاي بدايه الجمدان والعظمه اللي بجد. وانج بيطلق العنان لقوته وبيظهر تنين البرق، وان بيهجم عليه بقبضه الحاكم، صدمتهم بكل المقاييس. الضربه ما بتاثرش وخلاص هجوم وانج هيفرتك ان، بس بيفتكر كلام تشين معاه وبيرفع صباعه في الهواء. نعم يا ساده، لقد اتقنها في لحظات معدوده. اصبعوا الحاكم، انفجار مرعب لاقصى درجه بيدمر كل الكاميرات ومحدش فاهم حاجه هو ايه اللي حصل، وبيطلع وانج خسران. ايوه ان لين هو المنتصر، فاز هو بكل جداره وطلع المركز الثاني بعد الساحره ليو اللي بتسال نفسها وبتقول معقوله ان لين بالقوه الجباره دي؟ حقا انا اتطلع لمقابلتنا الثانيه ايها البطل العظيم. بتعدي الايام وبتفوت الاسابيع، واخيرا ان لين بيفوق والاخت جوهره بتطمن عليه، وبعدها زمايله وليو وبياخد جوائز وبص مدلعين على الاخر. وبعد مرور الشهر بنشوف المدير والحكيم مجمعين الطلاب ومعرفينهم ان في 3 منهم هيروحوا لختم ملك الشياطين بعد تحرره وكسر الختم الذي وضع من الاف السنين. وجي بيفتكر لما وانج راح له وعرفه ان بسبب اللي عمله ده ابوه تخلى عنه ورفض يبعته في المهمه دي. عرفه كمان ان ان لين هو اللي هيحل مكانه فيها. الواد اتصدم، ازاي كده؟ هو حتى ابويا مفضله عليا؟ انا ما بكرهش حد قد ان ده. وانج بيقول له استنى، لا خلينا اكمل كلامي، انت لسه ما تعرفش حاجه. ابوك كمان قرر يطردك من العشيره بسبب خسارتك قدامه. اوبا، جي خد الصدمه بجد وبيتملكه الغضب وبيقول له ليه يعني يعمل كده؟ ما انت كمان خسرت قدامه، ده معناه ان مالكش لازمه ولازم تنطرد زيي، انت كمان حساله، اشمعنى ده انا انطرد؟ فوانج بيغضب وبيخرج هاله تنين البرك وبيزلزل المكان، فجي بيتصدم وبيترعب جدا. اعرف مقامك كويس يلا، انت اخرك تقعد على الارض عاجز كده، اما انا اسطوره من اساطير عالم الارواح، اتمنى تكون رسالتي وصلت، سلام. وبيسيبه محطم وبيمشي. وبعدها هنا الحكيم بيختار ان لين وشياو وشيو لمهمة انقاذ العالم. فيا ترى ايه اللي هيعمله بطلنا ان؟ من ناحية جي بيكرهه عايز ينتقم منه، ومن ناحية تانية كل طلاب الاكاديمية بلا استثناء بيشجعوه وبيدعموه. وبتمر الايام وبيجي وقت انتقالهم، واخيرا بيبداوا رحلتهم لعالم البشر هم ال3 كوسطاء للحفاظ على السلام. وبيقفوا في الدايرة السحرية دي، وشياو بتفتكر ساعة ما اتكلمت مع المدير امبارح وفعل رؤيته البصرية وبيقول حياة انا هتكون في خطر. للاسف دي الحقيقة، وده هو المصير الذي لا مفر منه، وامام هذا المصير تصبح كل الجهود بلا جدوى. يا نهار ابيض يا جدعان، يا ترى اللي مستنيان بالظبط. وفي الوقت ده شيو بينادي عليها يلا يا شياو في ايه؟ فبتقول له مفيش حاجه وبتروح معاهم، وفجاه بتخرج قوه غريبه جدا وبتمسك ان، وشيو بتجري عليه فالقوه بتسحبهم بسرعه وبيدخلوا البوابه. هو في ايه يا جدعان؟ شيو بتحاول تفوق ان، والواد لا حياه لمن تنادي، والنظام بيستشعر خطره وبيصحيه، واول ما بيصحى بيخاف جدا، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ وشيو بيغمى عليها وبتبعد، بس ان بيلحقها، فان بيقول للنظام احنا فين؟ فبيقول له نحن الان في عالم البشر بالفعل، وبيكونوا هيقعوا. فان بيطلق قوة روح الأرض 3 2 1 وفي تلك الأثناء بنشوف وردة فرحانة وبتتغنى بريعان شبابها وإنها أخيرا هتتحول لجنية. هتقول لي هي في وردة بتتحول لجنية؟ هقول لك هو في وردة بترقص أصلا وبتتحول فعلا. وفي اللحظة دي قام بينزل عليها يموتها وبيقع على الأرض هو وشيو بينزل وراهم بسرعة كبيرة، وفجأة بيسمعوا صوت حد بيعيط، وبتكون الوردة قاعدة بتعيط فوق دماغ ان. يا حلاوة. شيو طبعا ما بيشغلوش حاجة وبيبدأ يصور اللي بيحصل ده. عنده حق بصراحة، ما هو يعني مش هتشوف وردة بترقص كل يوم يا صديقي. وفي
وفي الوقت ده بتيجي بنت تستقبلهم ومعاها مركبه بتنزل لهم وبتعرف عن نفسها: انا تيان لينج من قسم مكافحه الارهاب ومعايا امر باحضاركم للمحكمه. فبيروحوا معاها وبعدها بيقعدوا يتكلموا وان بيعرف عن نفسه: انا اهلين زعيم وقائد المجموعه دي. فالبنت بتضحك: عالم الارواح مش لاقيين مقاتلين ولا ايه؟ ازاي مخلين واحد هافق من المرحله التاسعه زيك يبقى زعيم مجموعه الوفد؟ فالشيو بتغضب وبتخرج سلاحها وبيكونوا هجوم على بعض، بس فجاه شيو بيوقفهم وبيجمع قوتهم. فتيان بتنبهر من قوه وجمال شيو وبتقول: الان ازاي مخلينك انت القائد وموجود معاكم المعروف الذي لا يعرف شيو؟ فبيقول لها: عشان قوتي الجباره طبعا. وبعدها بيعدي الوقت وبيوصلوا اخيرا عند مسؤولين تحالف التعاون وبيدخلوا، وكانت الصدمه الكبرى. المقاتلين الكبار بيقولوا لهم ان المهمه خلصت خلاص وانهم هزموا ملك الشياطين وما عادوش محتاجين لهم. العيال ساعتها تصدم، مستحيل الحكيم يقول على حاجه وما تحصلش. وبالفعل ما بيلحقش يكمل الجمله وجرس الانذار بيضرب، وده لان اعداء طائفه الدم بيهجموا على المقر وبيحاولوا اختراقه. فشيو بيعرض عليهم المساعده بس بيرفضوا وبيفتحوا لهم بوابه الرحيل: يلا امشوا بسرعه من هنا وبلغوا الاكاديميه اننا مش محتاجين حد من عندهم. فشيو بيرفض يسمع كلامهم، والقائد ابو تيان بيتكلم واللي معروف بقوته القادره على اباده بلدان كامله بيقول: شكلكوا كده عاوزين تموتوا. فجاه بيهجم عليهم بسرعه مرعبه، ولكن في تلك اللحظه قام بيطلق العنان لقوته. ايوه انها القوه العظمى البوابه السماويه. بينقضوا على بعض بسرعه جباره. بس فجأة شيو بيحوطهم بالحاجز وبيصد الهجوم وبيقول له: هدخل معاك في قتال، وإن هزمتك هتخلينا نشارك في المعركة دي، وإن خسرت هنرجع وهنعمل زي ما أنت عايز. فتانج بيوافق، والنظام بيعرف إنه لو استخدم مهارات الوهم الروحية عليه وشن هجوم مفاجئ هيقدر يهزمه. وفعلا قام بيقف قدام شيو بيقول له: ارجع واتفرج هعمل لك فيه إيه. فتانج بيضحك: أنت قلت إيه؟ وبيخرج قوة هايلة جدا، وأن كمان بيخرج قوته. بس في لمح البصر بتظهر تيان ورقان وبوم بتنكته رجل بتجيبه الأرض وبتنقض عليه بكل شراسة. وبوم بوم ضربات يمين شمال ومش رحماه. وتانج واثق جدا في بنته، استحاله تخسر قدام واحد هفق زي ده، وخصوصا انها من العباقره. غلبان ما يعرفش انها بتواجه ملك الجمدان. قام بيثبتها في لمح البصر. كلهم بيتصدموا، والبنت بتغضب جدا وبتخرج كل قوتها وبتبعد عن ان وبتنطلق عليه بكل ما تملك. بس على مين يا بت؟ البوابه السماويه. البنت بتهجم عليه بس لا حياه لمن تنادي. قوتها بتستنزف فبتبعد بعيد وبتخرج كامل قواها. لا يا تيان ابعدي. بتطلق قوه مرعبه جدا على الان وخلاص هتصيبه. وكانت خيبة الامل. الولد بيمتصها ولا كأن حاجة حصلت. بوم بينقض بسرعة جبارة جدا على تانج، وتانج كمان بيهجم عليه بكل قوته. الان تفعيل الوهم. تانج بيدخل فعلا في الوهم وبيفتكر يوم الفراق مع ام تيان وبيكون في قمة الحزن والاكتئاب وان خلاص هيخلص عليه. بس بتدخل القائدة مورا وبتوقفه وبتقول: ده من مستوى الروح العظمى. فكلهم بيتصدموا وبتكمل وبتقول: بس اذا قدرت تصمد قدام هجومي الروحي فساعتها تقدر تفضل هنا. وبتهجم عليه بهالة وقوة روحية مرعبة لأقصى درجة. بس بنت المجنونة تيان بتهجم عليها عشان تنتقم. البنت بيغم عليها من رعب الهالة. لا تيان. فقام بيمسكها وجسمها مش قادر يستحمل وخلاص هتموت. بس لا والله، في اللحظة الأخيرة قام بيطلق العنان لقوته القوة العظمى. بتنفجر هالة جبارة جدا بتزلزل المكان كله، وكلهم مش مصدقين. مستحيل. واقفين متسمرين كلهم من هول الرعب وجبروت قوة ان. والنظام بيقول: ايوه دي مهارتك الجديدة التقنية العظيمة بتفرض سيطرتك وعظمة قوتك في اي مكان موجود فيه. وتيان مصدومة جدا من قوة ان ومش لوحدها، لا، فكل الموجودين اتصدموا صدمة عمرهم حرفيا. والقائدة مورا بتستسلم: انت الفائز يا ان. وفجأة الانتصار بيشتغل من تاني، والمرة دي بيوافقوا على ان طلاب الاكاديمية توب ماجيك يساعدوهم وبيبعتوا ان وتيان يستكشفوا اراضي العدو. والنظام بيقول لان: لاجل الانجازات الكتيرة دي فانت دلوقتي امتلكت مهارة قوية جدا، والان تستطيع رؤية اي شيء. في اللحظة دي بيوصلوا أراضي العدو، وفي الوقت ده بيكون في مجموعة ملثمين من الأعداء. أهلا، أول وجبة وصلت. وفي اللحظة دي قام بيشوف ضباب جاي عليهم، فبتقول له: أيوة العدو بيهجم. فبتستخدم فن الأرض وبتستشعر قوتهم. مستحيل، في 2 من مستوى الروح العظمى معاهم وبيتقدموا عليهم وملامحهم كلها دموية. يا نهار أبيض يا جدعان، شكلهم مرعبين جدا. وتيان كانت عايزة تهرب بس قام بيوقفها وبيفعل عينه وبيشوفهم وبيقول: الضباب ده مدموج بوهم وعدد الأعداد اللي حسيتي بيه غلط. فبتقول له: ما يلا نهرب، بس بيقول لا، وبيفعل هالته وبيقول: استنيني هنا. وبيدخل، والبنت حست انه بيستهزأ بيها فبتكون لسه تدخل وراه. فجأة بياخدها وبيستخبى ورا الشجرة وبتقول له: وصلت لايه؟ فبيقول لها: في 4 من الاعداء ومستواهم فاق كل التوقعات، دول في مستوى حكيم الدم.
صدمة بكل المقاييس. فبتقول له هنعمل ايه؟ فبيقول لها اسمعي كده، والشياطين اللي جوه بتكون بتعيط، وده بسبب ان لما ان دخل عليهم رش في عيونهم شطه وصابون. مسخره والله يا عم ان. وان بيحكي لها اللي حصل بالتفصيل، وبيكونوا كانوا داخلين عليهم، بس فجاه ان بيدخل لهم وبيخترق حاجز السم بتاعهم، فبيكونوا هيجوم عليه كلهم. وفجاه ان عمل اللي عمله وبيسيبهم يعيطوا وبيجري. فبتقول له انت مجنون يا جدع، ازاي قدرت تعمل كده مع 4 من مستوى الروح العظمى؟ وفي نفس الوقت ده داخل المقر الرئيسي شياو بيستحيل على تانج يسيبوهم يقاتلوا ويحموا ان، وخصوصا انها قلقانه عليه بعد الكلام اللي قالوا لها المدير. بس تانج بيرفض وبيخلي 2 هم يروحوا يساعدوا ان وتيان، بس شياو بتوقفهم. لا انا اللي هروح. فتانج بيأمر واحد يهجم عليها وبيعمل كده فعلا، بس بتصدى بكل قوتها. فشيو بيقول لها في ايه؟ فبتقول له ان لين في خطر. فشيو بيخرج قوته وبيساعدها وبياخدها وبيدخلوا لساحه الحرب. وتانج بيكون متعصب جدا، بس مورا بتقول له سيبهم. وفي تلك اللحظات الانذار بيضرب. ظهور كارثه، ظهر شخص بقوه جباره لاقصى درجه. كلهم بتصدموا، والقائده مورا بتقول احنا محتاجين اقوى دعم عند البوابه الرابعه، بلغوا كل القيادات. على ما يبدو ان ملكه مصاص الدماء اخترقت حواجز البشر وبيفتحوا البوابه الرابعه. واحد لسه بيدخل فجاه بيتسمر مكانه وبيتألم جدا. اسحبوا بسرعه، وبيسحبوا فعلا. وتانج بيهجم على البوابه، بس بوم، قوه مرعبه جدا بتنفجر وبتجيبهم كلهم الارض. ايوه هي بتشق الزمكان وبتقتحم المقر. يا نهار ابيض يا جدعان، انها بالفعل ملكه مصاص الدماء. بتنتشر في المكان هاله تقشعر لها الابدان، وفي لمح البصر بتقضي عليهم كلهم لتجعلهم جثثا ملقاة بلا روح. ايه كل الطغيان والشر ده يا جدعان؟ وبكل تاكيد انها لكارثه وقد حلت على الجميع. ومن الناحيه التانيه مصاصين الدماء لسه قاعدين بيعيطوا ومش قادرين يقربوا من ان وتيان. وبعدها بتوصل شيا وشيو، وفي اللحظه دي بيوصل لتيان تحذير على تليفونها تم فقد اشاره القاعده الرئيسيه. تيان ادركت فعلا ان في كارثه حصلت، وبتقول لهم في حاجه حصلت في القاعده. الوضع اصبح خطير جدا، انتم مالكمش ذنب في اي حاجه، والعدو المره دي فاق كل التوقعات ومش هنقدر عليه. فكلهم بيرفضوا الاستسلام. احنا معاكي ومش هنسيبك. صحيح العدو مرعب، بس احنا ابدا مش فريق ضعيف، احنا قوتنا مع بعض تقدر تعمل كتير. فتيان بتتاثر من كلامهم. وفي تلك اللحظه بوم، مصاص الدماء بتخطف ان من وسطهم وبترفعه فوق في السماء وبتمتص طاقته وبترميه، واللي معاها بيهجموا على ان بموجات صوتيه خطيره جدا. وشيو بيتحرك بسرعه ناحيته، بس مصاص الدماء بتوقفه وبتهجم عليه وبتصيبه، بس بكتفها بالسلاسل الروحيه. بوم، بيصابها بهجوم قوي جدا، بس بتكسر الختم وبتهجم عليه تاني. حرفيا شيو بيعاني وان خلاص هيقع ودماغه تتفرتك. فشيو بتنط بسرعه وبتحاول تنقذه، ولكن تسري الرياح بما لا تشتهي الانفس. المجرم كان بيستخبي بعيد وبوم بيصيب ان بضربه برقيه مرعبه جدا، وبيقعوا هما الاثنين. وتيان بتصرخ بعلو صوتها انلين وبتجري عليه بسرعه، بس بوم في لمح البصر المجرم بيصاب ضربه برقيه بتجيبها على الارض وبيضحك. بس فجاه شيو بينزل فوق وبيلزقه في الارض وبيكونوا يخلص عليه، وبقيت مصاص دماء بيهجموا عليه بسرعه. بس على مين يلا انت وهو؟ شيو بيفعل حاجز وبيوقفهم، وشيو بتجري على ان، بس واحده بتوقفها وبتهجم عليها بموجات صوتيه وبتكون هتمتص دم ان. التقنيه العظيمه. ان بيفعل مهارته الاسطوريه وبيخضع كل من في المكان، وشيو بيطيرهم بعيد. وشيو بتهجم على مصاص الدماء بسرعه بوم، وكمان تيم من ظهرها ودب بتفرتكها حرفيا. وان بيفوق، ولكن في تلك اللحظه بينشق الفراغ وقوه مرعبه جدا بتمسك ان وبتسحبه. صدمة بكل المقاييس. عارفين دي مين؟ ايوه، ها قد وصل الرعب والكارثه الحقيقيه. زعيمه مصاص الدماء التي سفكت وقتلت واراقت دماء الالاف من البشر. شيو بتصرخ بعلو صوتها لا ان، وهنا الزعيمه بتكون معلقه قاده الاتحاد كلهم في حاله يرثى لها، ومحاوطه ان بكره مرعبه جدا من قوى الظلام، وان مغمى عليه. بس في اللحظه دي النظام بيصحيه وبيقول له احنا في ورطه كبيره جدا، لازم تستخدم الشفره السحريه اللي اديتها لك ليو. وبيكون الشفره دي خاتم اديته له هديه، وان فعلا بيفعلها وبتظهر طاقه هائله جدا. ايوه، ها قد وصلت الجميله ليو. ومن الناحيه الثانيه مصاصه الدماء بتحاول تغفل شيو وتمتص دمها، بس في اللحظه الاخيره شيو بينطلق عليها بسرعه كبيره جدا ودب. احلى كتف ده ولا ايه؟ رزاعه كتف طيرها يا جدعان. والباقي بيهجموا على شيو وهي مرميه على الارض، لا حول لا ولا قوه. وعينوها محدقتان في البوابه وهي بتتقفل، ويختفي معها امل انقاذ انلين. بس لا والله، شيو بتخرج قوتها الناريه وبوم بتخترق الحاجز. ومش كده وبس، في اللحظه دي بيحصل انفجار مهول جدا بيزلزل البعد المكاني بالكامل. وايوه، انها الاسطوره ليو، وكله مصدوم من حضورها الجبار، وشايله ان والولم تنح ومنذهل من جمدان وعظمه الدخول ده، وبتسميش حتى. وفي لمح البصر بتختفي وبوم بتقتل في مصاص الدماء في لمح البصر. وشيو بيتصدم، ده لسه فجاه بتنقلهم للبعد المكاني اللي فيه ان، لا سحر ولا شعوذه، حرفيا قوتها مش طبيعيه يا جدعان. فتيان بتقول مين الفتاكه دي؟ فشيو بيقول لها دي ليو،
الاقوى في اكاديميه توب ماجيك باكملها، وشيو بتشكرها بس بتقول لها لا ده لسه الحرب هتبدا، وبتتحرك الزعيمه ناحيتهم وخطواتها ترعب القلوب حرفيا. ده شكلنا داخلين على مدعكه ستراك فيها الكثير من الدماء. والزعيمة بتشوف خاتم ليو، خاتم الشومي بيسمح لمستخدمه بالسفر عبر الفضاء. هو انت بنت حاكم السيف شوان؟ فبتقول لها الحاكم الثالث شوان. ايوه انا بنته. وقام بيقول للزعيمة انت عايزة ايه يا ست انتي؟ فليو بتضحك، وفجأة الزعيمة بتفتح بوابة مكانية جنبها. ازاي تجرؤي تفقدي تركيزك قدامي؟ التدمير. دي هتفجر عقلها يا جدعان. بس في اللحظة الأخيرة بتظهر الوردة وبقوة الشمس اللي جواها بتهاجمها وبتحرق ايدها فعلا، وده لأن مصاصي الدماء ضعيفين جدا قدام أشعة الشمس. والزعيمة بتعالج ايدها وبتقول ازاي القوة دي معاهم؟ بتبص فين وانا بقتلك؟ فجأة بتظهر ليو وراها، بوم بتقطع جناحها. ردتها لها بنت اللعيبة. بس الزعيمة بتضحك وبتقول اذا اللعب الجد بدأ. فجأة بتخرج جوهرة الدم الأسطورية وبتندمج معاها جوهر الدم الداكن، امتصاص الطاقة الروحية، وبتضاء الأعمدة اللي مربوط فيها كل مقاتلي إدارة المنظومة وبتمتص قوتهم كلهم. وفجأة بيخرج سيف مرعب جدا من تحت الأرض. ده سلاح أسطوري يا جدعان، قادر انه يبيد ويسفك دماء اي كائن إن كان. الزعيمة بتمسكه وبتقول ده السلاح اللي هيسفك دماءك يا آن لين، سيف الشر اللي اتختم من آلاف السنين. وبتخرج منها هالة مرعبة لأقصى درجة وبتقرب ناحيتهم، والصدمة ان كل السيوف بترتعش. والنظام بيقول لآن احذر يا آن، السيف ده قادر انه يمحي اي حاجة تقابله في لمح البصر. وفجأة بتخرج أداة وبوم بتسيب آن وبتنقله جنبها في غمضة عين، ودب بتغرس السيف في ايده، وقوة الشر والهلاك بتنتشر في جسمه وبسرعة كبيرة جدا آكلة لكل خلايا جسمه. وقام بيتألم جدا والنظام مش قادر يعمل حاجة، واصحابه قام بيهجموا عليها بس من غير اي فايدة. بتجيبهم كلهم الارض. السلاح الاسطوري الثالث بتنطلق قوة جبارة جدا بتحوط المكان كله، وبتحصل حاجات غريبة زلازل ورعد وبرق. الوضع مرعب جدا يا جدعان. والزعيمة بتقع على الارض على ما يبدو ان مهمتي انتهت. وليه بتصرخ بعلو صوتها؟ معنى ايه الكلام ده؟ انت جاية بس عشان تقتل آن لين؟ مين اللي بعتك تعملي كده؟ فبتقول دي الضربة القاضية، والقوة اللي اطلقتها دي هتبيدكم كلكم عن بكرة ابيكم. وآن لين خلاص مات كما طلب مني بالظبط. والزعيمة بتخرج اخر انفاسها. صدمتهم بكل المقاييس. يعني ايه الكلام ده؟ وقام بيجيله اشعار من النظام قدامك خيار للنجاة، ستحصل على القوة المطلقة في مقابل خمس حياتك، نعم ام لا؟ ولسه هيختار نعم. فجأة بتظهر له جنية وبتوقفه. انت مين؟ وقوة الشر بتبتلعه بالكامل وبيظهر في مكان وعالم غريب جدا. وبتكون الجنية دي كانت النظام دينج دونج ونقلته لهنا عشان تنقذه. بس في اللحظة دي بيحصل خلل في الخطة، والنظام دينج بيتقيد وبيتسلسل من كل حتة بسلاسل الشر اللي كانت بتغزو اعماق آن. وبتخرج دينج اخر كلماتها وبتقول عيش عيش ايها البطل. معقولة خلاص النظام مات؟ بس لا، ده تمت السيطرة عليه من قبل سيف الشر. وفجأة آن بيحط ايده على قلبه اللي بدأ يتوهج بشدة وهو بيصرخ من كتر الألم، بس بيقدر يحرر روح النظام وبيقرب منها، لكنها بتوقفه. خليك مكانك وما تقربش. وبتقف بالعافية وبتتكلم. وهنا اصحاب آن ما بيقدروش يستحملوا الضغط المرعب ده وبيقعوا كلهم فاقدي الوعي. وهنا دينج دونج بتقول لآن لو قربت مني هتحصل الكارثة. وفي اللحظة دي بينزل عليها الرعد بقوة هائلة جدا وبتتألم بشدة، ومع ذلك بترفض المساعدة وبتطلب من آن يخليه بعيد. وبتقول له دلوقتي يا آن جه الوقت اللي اقول لك فيه انا مين. انا من عالم اخر، كنت صديقتك من بعد زمني مختلف، وكمان كنت براقبك وبنقل اخبارك لامك. وفي يوم من الايام حلت كارثة على العالم وفقدتك، وبعدها قام بيشوف رؤية لذكرياته معاها. ايه ازاي ده؟ وازاي كانت معايا وانا في العالم البشري؟ اوبا، معنى كده ان ام آن لسه عايشة. وآن مش بيقدر يستحمل كل ده وبيقع على الارض. ودينج بتقول له انا عاوزك تعرف ان امك بتحبك جدا ونفسها بس تشوفك. وبتديله جوهر طاقتها بكل حزن وبتقول له انقذ صحابك يا آن لانهم دلوقتي محتاجينك جدا معاهم. الوداع يا آن، ويعم الحزن والاسى في قلب آن. وبيقول لها لا مش هسيبك تموتي، وبيجري عليها وبيمسكها. انت بالنسبه لي اكتر من صديقه، ما تسيبنيش يا دينج. وفي اللحظه دي البرق كان هينزل عليهم وخلاص هيقتلهم، ولكن في تلك اللحظه اصبع الحاكم قام بيوقف البرق بقوه مش طبيعيه بيدمره بالكامل. ودينج بتتلاشى من الوجود امام عينيه، وقام بيخرج العالم الحقيقي وغاضب جدا وبيشوف صحابه مترمين على الارض ومغمى عليهم وبيحاول يقوم بس مش قادر. والجنيه دينج بتكون لسه عايشه وبتمسح دموعه. لا ما تعيطش، احنا لسه عندنا فرصه. وبتقول له بس لازم نستعد بسرعه لان الان قد حان موعد الكارثه اللي بجد. الارض بتتزلزل من رعب القوه، برق والرعد تهز السماء فوقهم، والحاجز اللي حواليهم بيتفعل، وخلاص انها على وشك حلول الكارثه.
ودينج بتقول ليه عاوز تدخل نفسك في كارثه زي دي؟ فبيقول لها انت عملت كتير علشاني فعشان كده عاوز انقذك. فبتقول له اذن هيا بنا ايها البطل للمعركه النهائيه، وبتندمج معاه. الان اطلاق قوى الحاكم الاسطوريه، ان بيقوم اسلحه الشر وبيبعدها عنه وبيقوم. ودينج بتقول له دلوقتي يا ان لازم نخضع سيف الشر وكمان الاداه الملعونه اللي معاها. وفي اللحظه دي اصحاب ان بيفوقوا وان فعلا بيخضع اسلحه الشر واصحابه بيتصدموا. ودينج بتقول لان دلوقتي لازم ندمر الحاجز ده بالكامل. وان بيهجم بقوه كبيره جدا بالاداه الملعونه وبيدمر في الحاجز بقوه مش طبيعيه. صحاب ان مش مصدقين بس لسه هتبدا الجمدان والعظمه اللي بجد. ان بيمسك سيف الشر بايد واحده وبيرفعه عاليا في السماء، وملكه مصاص الدماء بتفوق واول ما بتشوف المعجزه اللي قدامها دي بيغمى عليها تاني. واصحاب ان واقفين ومنتظرين رؤيه الذي لم يره احد. في تلك اللحظات ان بيطلق قوة جبارة لأقصى درجة، قوة تخطت كل حدود المنطق، وهكذا أعلنها صريحة. وأخيرا قد ظهر بطل هذا العالم، صاحب القوة الخارقة اللي أبادت قوى الشر الذي هابها العالم لآلاف السنين. وأصحاب أن متنحين من هول وجمدان اللي شافته عينهم. وبعدها بتشرق الشمس معلنة انتهاء تلك المعركة الدامية. وفي اللحظة دي تظهر دينج. الآن جه موعد رحيلي يا بطل، ولكن عشان تقدر ترجعني سأعطيك مهمتي الأخيرة. روح لمملكة الأرواح وهتقدر ترجعني من هناك. فان بيوافق أكيد هجيلك. فدينج بتبتسم سلام أيها البطل. وبعدها كل أعضاء نظام الاتحاد بيفوقوا وبيتعالجوا من إصاباتهم وكلهم بيفرحوا بالفوز العظيم ده. وبتمر الأيام والشهور وآن اكتسب قوة عظيمة جدا وهي أسلحة الشر. وبيرجعوا بعدها لأكاديمية توب ماجيك وتكرم آن تكريم كبير جدا على هذا الإنجاز العظيم. وهكذا انتهت هذه الملحمة والإنقاذ الأسطوري لبطلنا آن لين. بس يا ترى ايه اللي مستنيه؟ وشكل كده الأحداث هتودينا في عالم مليء بالأكشن والغموض. بعد مرور 5 شهور بنشوف نخبة طلاب أكاديمية توب ماجيك وهم طالعين في مهمة مع جوهرة، والكل بيكونوا في سعادة متناهية إلا جي. كان متغاظ جدا ونفسه ينتقم من آن بأي طريقة. ما بيزهقش الواد ده ولا إيه يا جدعان؟ يعني بعد كل اللي آن قدر يعمله ده ولسه ما كسفش من نفسه. المهم في مكان تاني بنشوف النمر المقاتل ده بيتكلم مع زعيم الشر والخفافيش فوجلان وبيقول له كل حاجة جاهزة يا زعيم. اكتملت بالفعل تحضيرات إبادة معشر البشر وعالم الأرواح عن بكرة أبيهم. يا نهار ابيض يا جدعان، ده المجنون ده ناوي يسيطر على العالم كله. نرجع تاني للطلاب والاخت جوهره بتقول لهم خدوا بالكم لان الارض اللي احنا داخلين عليها دي خطيره جدا. وبتبدا تشرح لهم عن ارض جزيره التنين، الجزيره اللي محدش دخلها وطلع عايش قبل كده. فقام بيقطعها وبيسالها شويه اسئله غبيه كده، فالعيال بتقعد تضحك عليه. وبتكمل المعلمه شرحها وبتقول له ان سر القوه دي هو صولجان خارق سام وخطير بيتشحن مره كل كام الف سنه، واحنا رايحين النهارده عشان نمنع ده قبل ما الاعداء يوصلوا له. جي بيقول لها ما تلاقيش طول ما انا لديكم لا خوف عليكم. غلبان والله الولا جي ده، لو كمان ما يعرفش ان ملك الشر فوجلان قد بدأ في تنفيذ مخططه بالفعل وبيخلص ضخ الطاقه الخارقه وبيقدر يستحوذ على صولجان ملك الخفافيش الازلي. اوبا دي شكلها تولع على الاخر يا صديقي. ومن الناحيه الثانيه بنشوف السيده دي واللي تدعى تينيا جايبه تلمذتها على قمه احد الجبال وباستخدام واحده من الفرش اللي معاها بتشوف صولجان ملك الخفافيش وبتحس بقوه مخيفه جدا جواه. وكمان بتشوف الارض اللي هو عليها وفجأة بتشوف رؤية باللي هيحصل بعد كده ودماغها بتوجعها وبتحس بألم شديد جدا. وهما الاتنين بيشوفوا طفل ست غريبة في أرض التنين وتنيا بتعرف بوجودها وبتفتكر إن زمان بعد طرد أمها من طائفة السيف وجميع العشائر أمها خدتها وراحوا على جزيرة التنين وهناك لقوا الساحرة النجمية اللي بتملك قوة جبارة جدا. والساحرة دي ادتها جزء من نجم غريب وعرفتها إن ده ممكن بدوره يثبت براءتها ويرجعها تاني لبيتها وسط أهلها. بس هي بترفض تعمل كده وبتدي الفرشة لبنتها. وتنيا دلوقتي مصدومة لأنها شافت جزء كبير من النجم ده في جزيرة التنين. يا حلاوة. بتقول انها لازم تحصل عليها قبل ما ملك الخفافيش فوجلان يعمل كده لان الفرشة اللي معاها دي ما هي الا جزء صغير جدا من النجم ده وقوتها فتاكة، ما بالك بقى بالجزء الكبير ده ممكن يعمل ايه. وبعدها بنرجع تاني للطلاب وجوهرة بتقول لهم احنا نتقسم لمجموعات ونطلع في جولات استكشافية قبل ما نبدأ الهجوم. فبيقولوا لها تمام وبالفعل بتعين اكفأ التلاميذ كقادة. اما آن فبتنزله هنا لوحده والواد بيكون متضايق لانه مش بيعرف يطير فبيسأل
بيسأل النظام عن اللي المفروض يعمله عشان يطير، فبيقول له انه لازم الاول يوصل للمستوى الروحي اقل حاجه، فبعدها بيطلع فوق الجبل ده. بس فجاه بيشوف ضوء غريب جدا وبيخبط في السماء ومحدش عارف ده ايه. حتى تانية لما بتحاول تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط بتقع وبتنهار، بس البنت اللي معاها بتصمد وبتحاول تفتح بوابه تنقلهم لهناك بسرعه. وفي الوقت ده الضوء كان حاوط كل الجزيره بالكامل والطلاب ما عادوش عارفين يعملوا ايه، وشكلها كده هتبقى مدعكه تسيل فيها الكثير من الدماء. ملك الخفافيش فوجلا ام اهل الجزيره وطلاب اكاديميه توب ماجيك. هو ده بقى اللي هنعرفه في الموسم الثاني من حكايه انلين، ولسه ما نزلش لحد دلوقتي، ولكن اوعدك يا صديقي ان كان لنا لقاء اخر ان شاء الله فاول ما ينزل هنزله لكم على طول. وقبل ما اقفل الفيديو حابب اعتذر لك يا صديقي عشان عارف اني مقصر في حقك جدا في الفتره الاخيره، بس ده مش بايدي والله. حرفيا الدراسه مبهدلاني وانا تقريبا اعد في سنه دراسيه مصيريه، يعني لازم اركز حبتين، فما تزعلش مني يا صديقي، ده انا ما يهونش عليا سيبك من غير حاجه تتفرج عليها كده. وكمان لو مش موجود معانا في جروب الواتس فانت فايتك نص عمرك حرفيا. هناك بقول لكم كل الاخبار اول باول، وبنعمل كمان فقره اسئله على الجروب السري وحاجات كتيره جدا، فهتلاقي الرابط في الوصف والكومنت المثبت. واخيرا وليس اخرا ما ننساش الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واراكم في لقاء اخر، ويلا سلام.